مشاهدينا الكرام، بحيي حضراتكم وحلقة جديدة وحوار خاص. الحب هو الجمال، الحب هو أجمل شيء في الحياة، الحب هو سر السعادة في هذه الحياة. حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب. الحب في كل المجالات، في العمل، في الأسرة، في الزواج، في الصداقة، في التعاملات كلها. النهاردة الحقيقة هنبحث عن الحب ولكن بمنظور آخر وبشكل آخر، وهو من خلال قدماء المصريين أجدادنا. هؤلاء القدماء المصريين اللي ليهم تاريخ طويل جدا، كله سلام، نماء، خير، حب، سعادة، رخاء. النهارده هنعرف شكل الحب كان شكله ازاي، العلاقات الإنسانية كان شكلها ازاي. الحقيقة احنا دايما بنحب ان احنا نستلهم من أجدادنا، من الحضارة القديمة اللي علمت كل الحضارات، اللي هي أول الحضارات الإنسانية. نستلهم منهم المعاني الجميلة، نستلهم منهم الحياة الجميلة، العلم، كل شيء نستلهمه من هؤلاء. النهاردة هيكون معانا ضيفنا دكتور إسلام محمد سعيد، دكتور علم الآثار المصرية، وأيضا عضو اتحاد الأثريين العرب. برحب بحضرتك يا دكتور. أهلا بحضرتك يا فندم والسادة المشاهدين. شيء جميل جدا وفي فخر كده ان يبقى في عندنا شباب مكرسين حياتهم لهذا التاريخ ولدراسة أصلنا ولدراسة أجدادنا، لأنه للأسف ما فيش اهتمام كبير بين شبابنا بهذه الدراسة. ويمكن هنا في خطأ كبير جدا أنه ما فيش في مناهجنا أصلا تدريس لقدماء المصريين بالشكل اللي فيه توسع، علشان كل شبابنا يطلع عندهم هذا الفخر وهذا الانتماء ليهم. فاحنا بنفخر بوجودك معانا، شرف ليا يا فندم، وبنتمنى لك طبعا التوفيق دايما لانك باحث دائم في هذا المجال. وخلينا بقى نتكلم على طول في موضوع الحلقه وهو الحب. حضرتك وصفتي ان الحضاره المصريه كانت نتاج من حياه من الحب الدائم لكل فئات المجتمع، حتى وإن كان ليس من الأشخاص أو البشرية، ولكن من اهتمام الإنسان بوجود عاطفة أو تبادل ما بينه وبين البيئة المحيطة به. يعني بنجد أن الفلاح كان متأثر بفكرة الزراعة، وده اللي فعلا قدر أنه هو ينتج لنا أو يبقى ليه باع كبير جدا في أن الحضارة تبقى خالدة بسبب إسهامه أو علاقة الحب اللي هي غير مرئية ما بينه وبين الأرض بتاعته. كذلك بين الأسرة العامة وتكوين أسرة وتكوين عائلة بالمعنى. يعني كانت فكرة المصري القديم تأسيس بيت واتخاذ زوجة، الاتنين مرادف لمعنى واحد. ومن ثم بعدها ان هو ما كانش امر بالنسبه له روتيني او ضروري اداؤه ان هو يتزوج فقط لغير، ولكن لابد وجود علاقه حب مترابطه ما بينه وبين الفتاه اللي هتبقى شريكه حياته. يعني كان الزواج عندهم قائم على حب بالظبط. يعني لكن اكيد كان في شكل تاني برضو، يعني ممكن يكون كان في زي دلوقتي يعني جواز صالونات زي ما بيقولوا، او عائلات انه العائله الفلانيه تتجوز من فلانيه، او العائله المالكه لها طريقه معينه غير الاقل. يمكن دوت ما كانش بالشكل العام، لان زي ما انا قلت ما كانش الحضاره تخلط بالشكل اللي احنا بنشوفه في كل انماطها وكل حيثياتها. يمكن حالات قليله جدا اللي هي ما يعرف بزواج التجربه زي ما يمكن وصفناه في كذا طرح قبل ذلك، ولكن الاساس كان قائم على الحب. يعني فكره التاثر بفتاه ووصفها حتى هو بيحبها، ويمكن ده ظهر نوع من ما يعرف بادب الغزل، وده كان متواجد في فكره توصيف الحبيبه بان هي بمثابه احتضانها، ان هو بيبقى شخص كانه من بلاد بونت، على اعتبار ان هو جسده بيمس عطرها. توصيفه ان هو كان بيتمنى حتى ببعض العبارات يقول يا ليتني الغاسل لملابسها،
باعتبارة ان هو يستشم رائحة عطرها في الملابس بتاعتها. يعني اللي انت بتتكلم عنه ده كله قمة الرومانسية طبعا والحب النقي الصافي الجميل. طبعا. ويمكن أنا عرفت توصيفه دلوقتي احنا المصريين واخدين الرومانسية منين، والرجالة المصريين رومانسية ده منين. يمكن عايز اقول لحضرتك يعني التأثر بالحبيبة ما كانش بس في تواجدها او في حياتها، يمكن حتى بعد وفاتها، ودي حالات حصلت كتيرة جدا، ان كان الوفاء دائم عند الرجل اكتر حتى من المرأة. يعني في عندنا من ضمن البرديات اللي ذكرت فكرة وفاء الرجل بعد وفاة زوجته او حبيبته بالتحديد. كان عندنا متن مهم جدا بيقول ايها التابوت المبجل التي تركض بداخله زوجتي وحبيبتي منشرة امون الازورية. بيسأل التابوت بيقول له اخبرني عن حالها الان، اين هي؟ يا للفجعة في رحلها. طبعا كمان للحبيبة والزوجة. بيقول له يا للفجعة لرحلها، يا للفجعة في غياب أجمل الجميلات. بيكلم حتى التابوت وبيخبره إن هي ترد عليه، بيقول لها بناديكي، قلبي بينادي عليكي، ردي عليه. ويمكن ده يعتبر نفس المطلع بعض الاغاني اللي عندنا بنتوارثها، زي مثلا محمد فوزي ليه اغنيه شهيره جدا قلبي بينادي عليكي كلميه اسمعيه طال نداه. يعني نفس الامر مكتوب على المعابد بالفعل في البرديات المختلفه طبعا. للاسف البرديات دي يمكن اتسرقت اغلبها. موجوده ما بين لندن وبين تورين وبين حتى سان بطرسبورغ، وعندنا متحف في لينينجراد في روسيا، يعني متاحف واللوفر طبعا. كل دي مليئه البرديات المصرية اللي بتتكلم على فكرة مثابة توضيح للحياة الاجتماعية الكاملة. لأن المصري القديم كان بيرى أن فكرة التعبير بالكلمة أو الأدب ما هو غير صورة حية لحياة المجتمع. ده كمان واضح أن هم كانوا فيهم شعراء طبعا وأدباء طبعا. يعني الغزل اللي حضرتك بتقوله ده ما هو إلا شعر طبعا. وفي كمان كلام كله أدب طبعا. وكله نثر وكله بلاغة طبعا. لأن الهدف منه ما كانش هو فقط بيعبر عن عاطفته الجياشة، سواء بيتكلم في أي موضوع، سواء عن العاطفة أو الحب اللي هو بيتبادله أو الحالة المعاناة اللي هو بيعيشها، أو بيتكلم في موضوع متعلق بالأخلاق أو المثل أو القيم. كل ده هدفه إن هو يورث المبادئ ديت للأجيال القادمة. ودي نقطة خطيرة جدا ومهمة جدا. يعني كان بالنسبة له أما يسيب أثر من تعليم ونهج أفضل بكتير، وده يمكن موجود في النصوص، أفضل بكتير من إن هو يبني هرم أو يبني ليه مقبرة. هو بيبني إنسان بالفعل. يعني كان مهتم إن هو يبني قيم، بالفعل. يبني مبادئ، يبني سلام، يبني بالفعل. حب، ينشر في الأرض السلام والحب والخير والنماء. وهو طبعا. ده الرمز الدائم لقدماء المصريين، بالفعل. الخير والنماء والسلام والحب. بالفعل. ويمكن حتى حيثيات الحب كانت موجودة في كل الأدوار وكل الأشكال المختلفة، من بداية اختياره للفتاة اللي بيحبها، توصيفه ليها، استمراره معاها الحياة. يمكن حتى في نقطة مهمة جدا، إن زي ما حضرتك ذكرتي لي إن كان ممكن يحصل مش إن هي تكون زواج صالونات بالمعنى، تكون هي في معارضة من الأهل على الزواج اصلا. يعني تكون مثلا زي اغلب اللي ممكن يحصل في الجيل الحالي، في ممكن فتاه تكون وثقت في انسان والانسان ده وثق فيها، وفي ما بينهم حاله عاطفه او حب، ونلاقي اعتراض من اهل الفتاه. فكان في متن مهم جدا في برديه هارس بالتحديد، ودي يمكن عثرنا عليها في منتصف او نهايه القرن ال19 بالتحديد. كانت بتتكلم في المتن ان الفتاه بتقول لن اتركه حتى ولو ضربتوني، وحتى ولو حكمتوا عليا بقضاء. كان قوي جدا بالفعل. الشغف كان قوي جدا. يعني بتوضح حالة ان هي مهما حصل انا مش هبعد عنه. يعني بتذكر في المتن بتقول لن اتركه حتى لو ضربتوني او حكمتوا عليا بقضاء يوم في المستنقعات بالتحديد، باعتبار ان هي اسوأ حاجة يعني، او حتى بمثابة ان انتوا فضلتوا تجروا ورايا أقصى حدود سوريا بالعصيان وأقصى حدود النوبة بجريد النخيل إطلاقا. لن أهجرك يا حبيبي. يعني في نهاية التوصيف حتى بتاعة البردية بالتحديد بتقول له لن أفعل ما يطلبون مني ولن أهجرك على الإطلاق. يعني الرومانسية كانت السمة السائدة بين الرجل طبعا. والمرأة طبعا. الحب القوي، السلام، الخير طبعا. مجرد ان هي حبت انسان او هو حب انسان ما يتركوش بعض ابدا اطلاقا. يعني ما كانش فيه زي دلوقتي بقى للاسف، يعني انه الحب بقى تيك اواي، بقى خالص. سريع. ممكن يكون حب عن طريق الفيسبوك ويخلص في يومين، ممكن بالفعل. عن طريق تليفون ويخلص بالفعل. في يومين.
ما كانش في الكلام ما ده. كانش فيه الامر بنفس الشكل ده على الاطلاق، ولكن كان في تضحيات مختلفه سواء من الزوج او من الزوجه او من الحبيب او الحبيبه. اديني صور كده على التضحيات. يمكن من التضحيات دي ان في برديه بتتكلم عن شخص قعد حوالي ما يقرب من 3 سنوات يرثو زوجته ويذهب الى المقبره بتاعتها ينادي عليها ويخاطبها، ويذكر حتى ان هو جسده اصبح اعضاؤه فانيه، ما يقدرش ان هو بيتحكم من كتر ما المرض اثر عليه، من هو مش قادر ينساها ولا قادر ان هو يتزوج من بعدها. تأثره. ويمكن في قصه شهيره جدا، يمكن دي في العصر الروماني بالتحديد، يمكن حتى دايما انا يمكن بكتب عنها مقالات من عشقي للحاله، بقول كوني له ايزادورا يكون لك حابي، باعتباريه الفتاه في اخلاصها نتمنى ان هي تتمثل او تبقى بنفس وصف ايزادورا. ودي كانت فتاه رومانيه بالتحديد، كانت عندها من العمر 16 سنه، احبت ضابط مصري كان اسمه حابي، كان في الجيش الروماني، تعرفت عليه في إحدى الحفلات الدينية المختلفة في مصر القديمة. ويمكن طبيعة المجتمع الروماني كان بيحاول يحرص بشكل كبير إن هو يبقى فيه الطبقات، إن ما ينفعش حد من عامة الشعب أو من الوظائف الأخرى يتزوج من طبقة الأباطرة بالتحديد، أو من أبناء الأباطرة أو أبناء الأعيان. كان طبعا والدها حاكم إقليم المنيا أنتونوبوليس اللي هو منطقة الشيخ عبادة دلوقتي في المنيا، فكان الأمر مستحيل إطلاقا إن هي تتزوج منه، ولكن كانت بتحبه وظلت تحبه ما يقرب من 3 سنوات. بيتقابلوا يوميا عند ضفة نهر النيل بالتحديد. ما كانش عندهم بقى الأسر تمنع البنت ما ينفعش تقابليه، عادات ما هو بالفعل هي كانت بتقابله يعني سرا، عاداتهم وتقاليدهم في الأمور بالفعل نفس الأمر. يعني هي كانت بتقابله سرا لحد ما والدها اكتشف الفجاعة ديت، وقرر ان هو يمنعها عن مقابلته تماما، وعمل عليها حراسة شديدة جدا. يعني نفس الحالة اللي احنا ممكن نستشعرها في المجتمع المعاصر في بعض الجوانب اللي بتحصل. ولكن هي طبعا من كتر عشقها ليه واخلاصها قررت ان هي تحاول تعمل حيلة، هربت من الحراس، ولكن ده كان اللقاء الاخير. يعني هي عارفه ان اوريدي هي لما هتعود هيبقى الامر مش سهل عليها مره اخرى بعد ما والدها يكتشف في الحاله ديت، فقررت ان هي بعد ما قابلته ترمي او تلقي بنفسها في مياه نهر النيل وانتحرت. ما كانش فيه حالات خيانة في هذا العصر خالص؟ للأسف الشديد كان في حالات خيانات كتيرة جدا، ويمكن كانت أكتر من السيدات أكتر منها للرجال. حيثيات مختلفة، يمكن طرق السحر اللي كانت أحيانا بيلجأ ليها الزوج، على اعتبارية أن هي السحر في مصر القديمة كان بالنسبة لهم أنه هو عودة الكون لاتزانه. يعني الهدف منه مش أنه هو يمتلك قدرة كاشفة لأمر ما علشان هو يؤرق حياة شخص آخر إطلاقا، هو الهدف إن هو يساعد على كشف حقائق من أجل الصلاح. فكان من ضمن يعني في قصص كتيرة جدا بدون ذكر تفاصيل خاصة بيها كانت بتتحدث عن ان السحر كان بيلعب دور محوري في كشف خيانة احدى الزوجات، ومن ثم الاخبار بقى للملك ان هو يصدر حكمه. وكان الحكم طبعا بينتهي ان الزوجة دي بتحرق للأسف الشديد، وبيتم رمي رمادها في نهر النيل. يعني ده كان العقاب للزوجة الخائنة في مصر القديمة. على الرغم من ذلك ان كان في حالات اخرى ما بتبقاش خيانة بالمعنى، ان بتوصل زي ما بنقول كده فكره الغيره ان ممكن من كتر بالظبط من كتر الحب يتقلب لكره بعض الشيء، او ممكن يتقلب لعدوان. وده يمكن حصل ما بين الملك رمسيس الثالث واحدى الزوجات الثانويه كانت تدعى تي. يمكن ما كانتش الزوجه الملكيه الرئيسيه، يعني اذا لو الملك انجب منها ابناء لم يتولوا الحكم من بعده، باعتبار ان هم ليسوا الورثه الشرعيين. فكان بالفعل المفروض طبقا للبروتوكول المصري الملكي اللي هيتولى الحكم بعد رمسيس الثالث كان ابنه رمسيس الرابع من الزوجة الملكية. فطبعا الزوجة الثانوية اللي هي بتدعى تي كان عندها ابن اسمه بنطاورت، كانت بتأمل ان ابنها دايما هو اللي يتولى بعد والده من كتر عشقها ليه وحبها ليه الكبير جدا. ولكن طبعا عارفة ان في قواعد وقوانين لا يمكن ان هو يتولى. فكانت بتحاول محاولات كتيرة جدا مع الملك رمسيس الثالث ان هو يخلي بنطاورت ابنها يتولى الحكم من بعده، ولكن هو كان بيرفض.
فقررت ان هي تلجأ لحيلة اغتياله، ودي كانت صدمة كبيرة جدا. لكن الكفة الأرجح هي كانت الحب والهيام طبعاً. والعشق طبعاً. أكتر من حالات الخيانة. طبعاً. كانت حالات فردية باعتبارهم كانوا بشر، يعني بالفعل زيهم زي أي بني آدم. طبيعي الحالة الشعورية، الحب المفرط ممكن يخلي الشخص ما يبقاش يعني بيقاوم سلوكه بالمعنى، او ما يبقاش متحكم في تصرفاته او سلوكه. ممكن يسبب اضرار كبيرة جدا. يعني وصل بيها الامر هي فكرت تغتال الملك نفسه، وقد كان الامر كاد ان يحدث بالفعل، ولكن كانت لم الأسرة يتم. كأسرة فيها ترابط شديد، يعني ما كانش فيه حالات بقى تفكك في الأسرة زي ما إطلاقاً. بنشوف دلوقتي. تعدد طلاق، حالات إطلاقاً. تباعد. ما كانش في حاجه يعني بتشغل كان بقى زي دلوقتي طبعا، ما كانش في حاجه بتشغل الاسره عن بعضها البعض يعني. وده نقطة مهمة جدا. يعني حالات الطلاق كانت متواردة وكانت موجودة ومتعارف عليها، وبس كل شخص بياخد حقوقه في النهاية. ولكن قبل من كده حالات الطلاق ما كانتش بتحدث بسبب نفور بقدر ما هي ممكن خيانات زي ما احنا ذكرنا، وفي النهاية يبقى في عقاب. او نفترض وفاة الزوجة يعتبر ان هو تزوج عليها، يعني مش طلاق بالمعنى. ولكن الحالة اللي احنا بنوصفها الترابط كان آتي ان ما كانوش بيعزلوا الابناء عن حياتهم. يعني الملك اخناتون بالتحديد كان يعتبر النموذج الامثل لهذا المشهد مع الملكة نفرتيتي. في حتى مش هو ما خلفش منها اولاد ذكور، ولكن خلف بنات، كان دايما يصطحبهم معه. بيهتموا ببثها في ولادهم وبناتهم كل شيء، المبادئ والقيم كل اللي شيء. كانوا دايما بيهتموا. يمكن الاكثر كانت المبادئ الاخلاقيه اللي هي معتمده على فكره الادب، اللي هو النصائح او ادب الوصايا بالتحديد. يمكن ده النوع الاسمى او الاكثر اعتمادا عليه في مصر القديمه، وبيحاولوا يرسخوه، لان ده اللي هيوكله بعدها ان هو يقدر يدير شؤون البلاد كما كانت. يعني كنت لسه في حديث مع صديق عزيز عليا قبل دخول البرنامج بنتكلم على فكره ان ازاي المبادئ الانسانيه او ما يبقاش في فجوه في المجتمع. يعني في خبرات كبيره جدا موجوده بس عايزين ما يستكملها. طيب لو احنا ما عديناش الشخص اللي هو هيتولى المسؤوليه من بعدينا، هيبقى في فوارق كبيره جدا. يمكن ده المصري دي مرعاه. عندنا حتى ان التعليم او الوصايا اللي احنا بنذكرها سواء بتاع حطب او حتى كاجمني او حتى الحكيم آني، كل دي حكماء مرموقين. بس الامر ما كانش بداعي ان هو بيلقي توصياته فقط لا غير لشخص وخلاص، لا، ده هو عايز اقولها بمثابه جبر على ذلك من ذاته، ان هو عايز يولي ابنه الوظيفه من بعده. فكان بيطلب من الملك ان هو بيتوسط له، زي ما احنا في حياتنا جيناتنا المصريه ممكن انا مثلا دكتور في مكان ما فتوسط لابني يتولى منصب. فكان الحكيم بتاع حطب مثلا على سبيل المثال بيطلب من الملك بالتحديد، يقول له ان انا عايز اولي ابني الوزاره من بعدي. فالملك يرد عليه يقول له ايه؟ علمه الاول يفوقك في العلم، يعني يبقى اقوى منك انت في بلاغه، في التعامل مع الناس، في اداره منظومه المجتمع، عشان لما انت تتوفى يبقى هو بمثابه العصاه بتاعه الشيخوخه بتاعتك. كانوا مهتمين بالعلم طبعا، والثقافه. طبعا يمكن دي اهم المبادئ التربويه اللي كانوا بيحرصوا على تنميه الابناء عليها. فكره بقى ان هو حتى بيذكر له، حتى بيقول له يعني فكره الفرق بين الحصول على المال والحصول على العلم. الفرق ما بين الاثنين ايه؟ ان العلم يحرسك وانت تحرس المال. يمكن دي من المبادئ الأساسية اللي هو وضعها في ذهنه، إن قد إيه يبقى حريص إن يخلد اسمه. إن بيقول له في النهاية أنت هتتمسح تماما، هتختفي، مش هيبقى غير الأثر اللي أنت سبته في المجتمع، مش أثر تشييدي، الله. أثر فعلي إن يبتدي يتوارثوا الأجيال. لذلك عندنا أغلب الحكماء في مصر القديمة تم بمثابة ان هم يعني عايزين نقول تردسهم، بالمعنى بان الناس تمشي على النهج في التوصيات في حل القضايا، حل المشكلات الاجتماعية المختلفة. طيب لفترات احنا لو طويلة. رجعنا تاني للعلاقات الإنسانية والاجتماعية وللحب والمعاني السامية الجميلة، هل كان ممكن حد من الطبقة الفقيرة ان هو يرتبط بحد من الطبقة الغنية؟ يعني هل في قصص كده فيها؟ طبعا كان متاح الامر، ما كانش فيه يعني على الرغم ان احنا ذكرنا، ولا كان في طبقية انه الطبقة الغنية هي اللي لازم هو كان الامر بمثلها؟ يعني احنا ده اللي بيأكد ان احنا الجينات المصرية ليست، ودي نقطة خطيرة لازم نوصفها، ليست من اي فئة اخرى او من اي حضارة اخرى. حضارتنا جذرها في الارض ديت، جيناتنا الحالية بسلبياتنا بايجابياتنا كانت موجودة في الحضارة المصرية القديمة. فكرنا او نهجنا، عاداتنا وتقاليدنا القائمة على ان ممكن نجوز من الاقارب، نجوز من المعارف، اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش بالمعنى الدارج، نجوز من الرتب اللي ممكن تبقى عسكرية
كل الامر ده كان متبع في مصر القديمه بنفس الصوره، مفيش اي اختلاف. ولكن على طبيعه الاشياء ان زي ما دلوقتي بيجوز الامر ان طالما هو شاب كويس اجتماعيا وميسور الحال وعلى قدر من الثقافه، اللي يمنع. يمكن حصل في الاسره الخامسه مثلا الملك شيبسيس سكائف زوج من ابنته من شخص يدعى شيبسيس بتاح، وده كان موظف عادي جدا في الدوله، ما كانش ولا هو ابن وزير ولا حتى من الطبقه النبلاء، ولكن كان ميسور الامر على الصعيد الثقافي وعلى الصعيد المادي في نفس الوقت، بحيث ان هو بيدور عن ان بنته زي ما احنا عارفين تبقى عايشه حياه سويه، ما يبقاش فيها عنصر ازدراء او عنصر ربما ضرر باي صوره من الصور. المهر كان شكله ايه والشبكه والمراسم دي كانت شكلها ايه؟ الكاهن الاكبر ما كانش على الرجل ولا كان على السيده، ممكن كانت بتساعده بشكل كبير مناصف. حتى بالظبط، يعني كان ممكن نقول الرجل تلتين وهي تلت بالتحديد، سواء بقى في المفروشات او حتى في تقديم بعض النقود، او ممكن بنقول بعض الامور اللي هي تبقى مساهمه ليه في ان هو يبتدي يعمل مشروع مجازا ويبتدي ان هو يشتغل بعض يعني. بالفعل. مع الرغم من ذلك كان بيبقى ليها بمثابه بيت اخر مستقل والدها بيشيده لها، باعتباريه ان لو تم طلاقها لا قدر الله بيبتدي ان هي تلجا ليه، يعني اذا ما يبقاش فيه فرقه او ان هي تبقى دكتور متأثرة بيه. يعني ما شاء الله عليك، انت شغوف جدا 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 بعلم المصريات وبقدماء المصريين وبأجدادنا، وده شيء طبعا جميل. ليه مش كل الشباب كده؟ يعني ليه احنا ما عندناش المعلومات دي وما عندناش الفكر ده؟ يعني كل واحد في أسرته بيبقى عارف مين جده طبعا. جده وبيشتغل ايه وعيلته ايه وتقاليده ازاي، ودول بقى الاصل، يعني جدودنا دول اللي هم الاصول اللي احنا كلنا جينا منهم طبعا. فليه احنا ما عندناش ده؟ هل العيب في التعليم؟ يعني ما فيش مناهج خاصه؟ لازم يبقى في منهج خاص بقدماء المصريين ودرس منذ الصغر، ولا احنا ما عندناش شغف بهذا الامر، ولا الاعلام ما بيسلطش بشكل فيه اثاره وفيه جاذبيه؟ يعني رايك احنا ليه ما نبقاش كلنا كده؟ احنا المفروض كلنا نبقى فاهمين وعارفين وحافظين. كان في إجابة زمان بنقول كل ما سبق، يعني من كل اللي انا قلت ده صح. يمكن كل النواحي اللي حضرتك ذكرتيها لابد يبقى فيه يعني تكافؤ من كل الاتجاهات، يبقى فيه تكافؤ فرص في كل الحيثيات المختلفة، يبقى فيه تعاون وتكاتف من الجهات المختلفة، ان يبقى عندها رؤية ان ضروري ان احنا نوصل مبادئنا، مش عشان انا نسرد تاريخنا فقط لا غير، نستفاد منه ازاي. صحيح. مش انا عارف معلومات فقط لا غير واعرف معلومة، لا انا اثر بالمعلومة دي استفيد منها. انا نفسي لما بفكر بشوف الاجانب ايه سر ان هم بيحبونا. هو اوريدي ولا جده الملك رمسيس ولا جده تحتمس ولا جده توت عنخ امون ولا الهوى. طب ازاي هو تاثر التاثر ده؟ ازاي يبقى سيدة عندها 80 سنة وشغالة في الحفائر وعندها شغف وبتنزل في الحر؟ طب ازاي تبقى سيدة عالمة مصريات وهي عندنا هنا بتبقى بتفكر في ان هتجوز الحفيد لمين والحفيدة لمين؟ التانية بتفكر في ضمان المصريين. طب ايه السر؟ السر ان هم وجدوا ان دراسة التاريخ او دراسة الاثر مش معتمدة ان انا بلم حصيلة بس اعرف بيها اخبار الماضي، بقدر ان انا ممكن انتج في المستقبل، انتج للمستقبل من الماضي، لان انا عندي سبل تطوير، فمن خلاله ممكن اعمل تطوير في كورس زي اللي انا قاعد عليه، في مايك زي اللي انا حاطه، وسائل يعني سواء وسائل اتصال، سواء وسائل ماديه، سواء وسائل تخاطب، كل الحيثيات المختلفه. اعمل نظام للعمل الاداري زي فكره البصمه اليدويه دي، ما هي دي اختراع مصري قديم. فكره تسجيل الحضور والانصراف اختراع مصري قديم. فكره مبادئ الاجازات، تصنيف نظام العمل، الزواج والطلاق، وجود مواثيق تدي لكل شخص حقوقه وواجباته. الكلام ده كله الدين لما أتى، والديانات السماوية المختلفة سواء بنقول اليهودية أو المسيحية أو الإسلام، ده السؤال المحوري اللي يمكن اتسألت فيه. لما بنذكر وصايا الإرداد، حتى بعض الناس تقول الألفاظ اللي بتذكرها دي كلها من متون قرآن ومتون في الإنجيل ومتون في التوراة. طب إزاي؟ وما كانش في أيام قدماء المصريين أنبياء؟ هم الناس دول كانوا ملحدين ولا بيعبدوا حجارة، ولا الناس دول كانوا مؤمنين؟ الفرق هنا ايه؟ ان الدين الاسلامي نفسه او يعتبر اكمل الاديان او حتى الديانات اللي تسبقه ما كانوش بيمنعوا بمثابه الموروث المصري. ليه؟ لان ده موروث انساني، انسانيات، فكره الموده كان على علم طبعا. ويمكن حتى بل اخذ منه. يعني عندنا مثلا سفر الامثال بتاع سيدنا سليمان عليه السلام متاخد من حكم من الحكيم من ابد بالتحديد، سواء فكره النشر عدل والنهي عن المنكر والفاحشه وكل الامور دي، البر بالوالدين، كل المنظور ده بالكامل.
فابتدى هنا ان هم ازاي يقدروا يستفادوا، ايا كان بقى انا شخص مسيحي، انا شخص يهودي، انا شخص مسلم، المهم انا ارسخ ازاي ان انا استفاد من المجتمعات القديمه دي، استفاد منها في مجال الطب، مجال الهندسه، مجال الادب، مجال الفنون، كل الحيثيات المختلفه دي انا اقدر ازاي اكتسب منها خبرات واطور وانتج بدون ما انا اقول ان ده في التاريخ. لما انا ابعت او اعمل براند جديد مثلا وانزله السوق، المنتج لمثلا تي شيرت معين او ازياء معين او ميك اب معين او وشم معين، طب ما كل ده مصر قديم. اكسسوارز معينه، كل ده مصر قديم. صحيح. طب انا دلوقتي اعلنت ان ده، قلت مثلا نفس القلاده اللي كان بيرتديها الملك توت، انا ما قلتش كده تماما، ولكن انا ايه، انا بمثابه صدرت الفكر، عملت الناتج، علشان ما يبقاش الامر ان عندنا في مصر هنا بناخد الحاجه بشكلها، لكن عندنا افكار كتيره جدا ممكن نقدر نوصل بيها للمصري القديم، نستمد منهم طبعا، نستلهم منهم، لانه هم الحقيقه يعني من اللي حضرتك بتقوله، من كل العلماء والدارسين والباحثين في هذا العلم، ان حياتهم كانت حياه كلها كرم وسلام طبعا. وخير ونماء وحب وزراعه وعمل وعلم طبعا. فيعني هم احنا اقدر الناس، او يعني المفروض ان احنا نستمد ده كله، نستلم ده كله ونربيه ولادنا عليه ونتعلم منهم. طبعا. لكن للاسف احنا ما عندناش هذا الشغف، وده شيء مؤسف. سعيدة جدا الحقيقة بوجود حضرتك معايا، بتمدنا بمعلومات مهمة ورائعة، واحنا كلنا بنحب ان احنا نسمعها عن قدماء المصريين، اصل الحضارة واصل التاريخ، واجدادنا قدماء المصريين حضارة اكتر من 7000 سنة، لازم نقراها كويس، نتعلمها كويس، نفهمها كويس، لاننا حقيقي فخورين بيهم جدا. بشكركم، والاسبوع الجاي ان شاء الله حوار جديد وحوار خاص. الى اللقاء.